اليوم كنشكروا السيد الوالي على هذه المجهودات الطيبه وعلى هذه المبادره التنميه اللي كيقيها ديال هذه المجهودات اللي كيقوم بها حول هذه الاطفال ديال الاحياء ديال هذه المبادره ديال الكره، وهذا فتح ديال الملاعب القرب مدينه طنجه اللي كتعطي واحد الفرصه كبيره للاجيال ديالنا والاطفال ديالنا يكونوا يعني في الهدف ديال كره القدم من الرياضه، باش الاطفال كيكونوا كيبعدوا بزاف ديال الامورات اللي كيتجنبهم لها. فلهذا كنشكروا السلطات الداخليه ولا السيد والي، وشكر جزيل السيد باشا المسؤول على هذه المنطقه هذه. كنشكروا رئيسة جمعيه اناس الناس اللي هي رشيده ميموني، لان هذه واحد الفرصه اللي تعطات اول جمعيه واول امراه اللي كتسير ملعب القرى في مدينه طنجه. فلهذا كنشكروا الاخوان ديالنا جميعا اللي كيدعموا هذه الجمعيه هذه، ولا الناس ديال الحي، ولا المجهودات الطيبه اللي كيقوموا بها الاطفال ديال الحي على هذه المبادره الطيبه اللي قاموا بها. اليوم عندنا افتتاح ديال ملعب القرب، الرقم ديالو هو 27 اللي تمت اعاده الهيكله. كنشكروا السلطات وكنشكروا السيد كاتب العام اللي عطانا ترخيص لاعاده الهيكله لهذا الملعب هذايا، اللي هو حاليا اليوم كيعطي واحد الصوره قيمه بالنسبه للناس ديال ساكنه الحي ديال اناس الناس. هذا واحد الملعب يعطي واحد الصوره من ديبان اللي هو حاليا كترأسه سيده امراه، ولهذا كيعطيو فرصه للعضو النسوي انه يكون في المجال ديال العمل الجمعوي. كنشكروا جميع الاخوان النساء اللي حاضرين معنا، ولا الناس ديال الجمعويين اللي فاتحين المجال ديالهم وجاو حضروا معنا وسمحوا في الوقت ديالهم. اللي كاينه حاليا هي عطاتنا واحد فرصه كبيره بلي ان كاينه جمعيه اناس الناس ضد فريق الهيئه الوطنيه لقطاع سيارات الاجره التجمعيه، لان بالعلاقه ديالي كانني كنعمل ككاتب محلي ديال الهيئه الوطنيه. فلهذا بغيت نعمل تنسيق كجمعيه مع الهيئه الوطنيه. الحمد لله كاينه معنا هنايا جمعيه ديال التكافل والتفاؤل اللي هي كتعمل مبادره طيبه اللي كتهز الناس معاقين بالمجان. معنا جمعيه الصداقه والحريه، معنا هيئه نقابيه كاتب محلي ديال اللجان العماليه. الحمد لله معنا النائب الرئيس ديال المرصد الوطني. كاين مشكورين الهيئات النقابيه جميعا اللي حضروا معنا واللي ساندونا وكنشكروهم جزيل الشكر. اولا في البدايه كنرحبوا بقناه شوف تي في، قناه الشعب، على الحضور ديالها مشكوره دائما في الحقيقه. اولا بحال اللي كتشوفوا اليوم كاين واحد الافتتاح ديال الملعب ديال كره القدم، وهذا الملعب ديال كره القدم يعني من بعد الاصلاح ديالو والهيكله ديالو واعاده الاصلاح ديالو تم الافتتاح ديالو اليوم، وكتجرى واحد المجموعه ديال المباريات، واحد المجموعه ديال الجمعيات المهنيه الى جانب بعض المكاتب النقابيه. والان كتجرى مقابله ديال جمعيه مهنيه مع المكتب النقابي ديال الهيئه التجمعيه. بحال اللي كتشوفوا كاين واحد الحركه، واحد النشاط بالنسبه للمهنيين. ثم ايضا هناك مقابله اخرى كتنتظر ما بين جمعيه الصداقه والحريه وما بين اللجان العماليه، ودائما في اطار المهنيين لقطاع سيارات الاجره. فهذه المبادره هذه هي مبادره نبيله، لان السائق المهني كثره الضغوطات اللي عليه وكتمارس عليه، وخاصه هذه الفتره ديال الصيفيه اللي دوزناها في مدينه طنجه واللي كانت عسيره من ناحيه ديال الاكتظاظ والسيركولاسيون. كان واحد العذاب أليم بالنسبه للمهنيين وايضا للمواطنين، وكانت مشاكل كثيره في الحقيقه. وكنتمنى مستقبلا ان هذه المشاكل ديال السير والجولان في مدينه طنجه تلقى لها شي حل. لهذا كتجي هذه المبادره الكريمه من قبل الاخ ديالنا السي بلال القاري فيما يخص الافتتاح ديال هذا الملعب واجراء هذه المباريات بالنسبه للسائقين المهنيين من اجل التخفيف ديال الضغوطات النفسيه والعمليه اللي كتمارس قلت على السائقين المهنيين. فلهذا كنتمنى ان هذه المبادره تستمر وهذا العمل هذا يستمر من اجل التوعيه والتاطير والتخفيف. والرياضه هي مهمه دائما للانسان كيفما كان صغيرا او كبيرا، فالرياضه مهمه للجسم ديال الانسان وللانسان، وقال لك العقل السليم في الجسم السليم. شكرا للحضور الكريم، شكرا للامهات اللي جاوا حضروا، شكرا للنساء اللي جاوا حضروا، شكرا للشباب، شكرا للكهول، شكرا لقناه شوف تي في على الحضور ديالها الدائم، وشكرا لكم. ولنا موعد مره اخرى ان شاء الله.